تعبان. والناس بتقول ملناش غيره، يهل علينا كده بخيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل والياسمين والهنا والسعادة والأمل والتفاؤل على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة فيه وصفات اقتصادية، وهنعمل كمان وصفات من الألف للياء، وتعمليها في بيتك وما تشتريهاش بالغالي. لا، اعمليها في بيتك ووفري ودبري وخليكي بست بيت شاطرة ولهلوبة وشطورة ومدبرة وموفرة. فتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة. اول حاجة هبتدي بيها هعمل رقاق، هعمل الرقاق الطري. هنعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة، بس مش باللحمة المفرومة، هنعملها بحشوة اللحمة المفرومة الكدابة، بطريقة سهلة وبسيطة ومدبرة جدا. واقسم بالله ما هتعرفي تميزي طعم اللحمة المفرومة من الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة، اللي هي اللحمة المفرومة الكدابة. فتعالي شوفوا هنعمل ايه. تابع الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك، ولو بتشوفيني أول مرة ياريت بقى تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. أول حاجة ابتديت بيها عجينة الرقاق. عجين الرقاق دولت كانوا كام كوباية من الدقيق؟ دولت 5 كوبايات من الدقيق، عليهم ربع كوباية من الزيت، عليهم معلقة صغيرة من الملح، وعجنتهم بالمية. بس كده نلتهم لتة تمام زي ما انت شايفة كده. ونعجن بقى ايه؟ اعجني فيها على قد ما تقدري، خليها زي الاستك في ايدك. وفي نفس الوقت مش عايزينها عجينة صيصة، يعني عجينة لينة قوي، عايزينها تبقى شفت عجينة القرص؟ زي عجينة القرص كده بالظبط. بس كده حطيتها في البولة زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب صينية واحط عليها شوية دقيق زي ما انت شايفة، وبعدين هقطع الرقاق بتاعي. هنعمل صينية رقاق النهاردة اقسم بالله ما هتاكلي زيها. بصي طعمها تحفة، مفيش لا قبلها ولا بعدها. المهم بقى ايه، قطعت كده العجين بتاعي، ولازم تقطعيها قطع متساوية زي ما انت شايفة كده. نمسح بقى الرخامة بتاعتنا وننضف ورانا كده اول باول، عشان مطبخنا يبقى نضيف ورايق ونشتغل كده بنفس. هنيجي هنا بقى ايه، خلصت كده سبت الرقاق بتاعي يرتاح، هسيبه يرتاح عشان لما اجي افرده يتفرد معايا بكل سهولة. هنا بقى ايه، جبت بقى الفراخ بتاعتي هتبلها. هعمل صينية فراخ في الفرن، صينية فراخ مشوية تحفة برضو. هنا عندي 4 بصلات كبار، وعندي كمان 3 طماطمات، وقرن فلفل بارد، ونص قرن فلفل حامي، وليمونة ونص. انا حطيت ليمونة ونص. الليمون بتاعي الكبير حطي ليمونة كبيرة. بس كده. المهم بقى ايه، فرمت كده البصل ناعم زي ما انت شايفة. عايزة البصل بتاعي يكون ناعم، هفرمه ناعم زي ما انت شايفة كده. وبعدين بقى احط في القالب اللي انا ايه هسوي فيه الفراخ المشوية بتاعتي. ما انا مش هقعد بقى ايه اعك مواعين كتير. المهم بقى اخلص بقية الكمية الفرم بتاعت اخلص بقية كمية البصل فرم كده. وبعدين بقى ايه، افرم بقى الطماطم، احطها كده برضو في الكبة، وهفرمها كله كده في الكبة كده فرم مع بعض. ممكن تحطيه والله في شفشق الخلاط على فكرة، تفرمي الطماطم الاول وبعدين تحطي البصل وبقية المكونات بتاعتك، هيفرموا معاكي فرم ناعم حلو زي الفل. لو ما عندكيش كبة او ما عندكيش الهاند بلندر، المهم ولو ما عندكيش ده او ده يا ستي المبشرة. نرجع لعاداتنا القديمة بقى. حطيت بقى التوابل على الايه، على الطماطم. حطيت هنا ايه، معلقه كده كبيره مليانه من العسل الاسود. ايوه عسل اسود، والله هتخلي الفراخ بتاعتك تحفه، هتخليها كده جوسي كده وحلوه قوي. وطعمها حلو كمان. وحطينا توابل ايه، حطيت معلقه كده من كل التوابل اللي عندك، يعني معلقه فلفل اسود، معلقه من السبع بهارات، معلقه صغيره من الكباب الصيني، وحطيت معلقه بابريكا. بس كده، والملح طبعا، وليمون. وهحط كمان شويه كده من الروزماري كده، بس هحطهم بس ايه على التوابل كده اهمت. هرشرشهم بس على التوابل. لو حابه ان انت بقى تحطيهم كده ينضربوا كده مع الطماطم ومع بقيه التوابل عشان ما يبانوش في الاكل، فحطيهم عادي ما فيش اي مشكله. بس كده. هنقلب بقى كل التوابل بتاعتنا كده بالبصل بالطماطم، وبعدين نبتدي بقى ان احنا ايه، نتبل بقى الفراخ بتاعتنا من تحت الجلد كده ومن تحت ومن فوق كده، وتبليها من كل ناحيه. خليها كده تتشرب ايه بالتتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها دي. الصدور طبعا باخدها كده شرايح كده عشان اللحم من جوه يوصلوا التتبيله طبعا ويبقى طعمه حلو كده. خلاص خلصنا كده تتبيله الفراخ بتاعتنا. نركنها بقى على جنب ونسيبها بقى ايه، تشرب من التتبيله على ما نخلص بقيه المكونات بتاعتنا.
عندي هنا بقى حلة على النار وفيها شوية مية بتغلي. هنعمل ايه؟ عندي هنا قوانص. هنعمل هو احنا هنعمل ايه؟ هناكل قوانص النهارده ولا ايه؟ خليكي معايا للاخر وما تستعجليش على رزقك. استني شوفي هنعمل ايه. هنعمل وصفة حلوة قوي بالقوانص. حطيت القوانص في المية زي ما انت شايفة، وبصلاية وشوية فلفل اسود وعودين وحبيتين حبهان وبس كده، وسيبناهم ايه يستووا مع بعض مع نفسهم كده. هنيجي هنا بقى في الرقاق اللي احنا عجنينه. خلاص الرقاق بتاعنا ارتاح وبقى مية مية. نبدأ بقى ان احنا نفرده. شوفوا بيتفرد بكل سهولة. لازم تسيبي الرقاق بتاعك يرتاح كويس قوي علشان يتفرد معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. نفرده بقى نخليه كده يعني ايه، نفرده نفس المقاس ده كله. وبعدين بقى تعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض بعد ما نفرده بالشكل ده. وطبعا تكتري الدقيق بين مثلا الرقاق او التانية عشان ما يلزقوش في بعض. حتى وانت بتخبزيها بتفرديها برضو حطي لها دقيق من تحت ومن فوق زي ما انت شايفة كده. خلصت كل الكمية كده وكده تمام خلاص. عندي الصاج بتاع الفرن حطيته على البوتاجاز على نار هادية. وبعدين بقى جبت ايه، بولة فيها دقيق وبولة فيها زيت. هدهن دهنة زيت على وش الرقاقة كده. وهجيب كده بالمصفى بتاعتي رشة ايه دقيق كده على وش الايه الرقاقة. وبعدين احط واحدة كمان وادهن وشها زيت. وبعدين هرشها رشة دقيق زي ما انتوا شايفين كده. اخر واحدة هحطها ومش هحط فوقها اي حاجة. تمام كده. هنعملها كام طبقة؟ 3 طبقات او 3 رقاقات. دهنة زيت وبعدين رشة دقيق وبعدين نحط واحدة. وبعدين ردينا على التليفون ورجعنا لكم تاني. المهم بقى بندهن دهنة الزيت ونرش رشة الدقيق ونحط واحدة كده. خلاص الطبقات بتاع ال3 طبقات كده اكتملوا. وكده تمام. نحطها بقى جنب اختها ونكمل بقية الكمية. وبعدين نبتدي ان احنا ايه نسويهم على البوتاجاز. دي كمان هعملها معاكم اهيت. رشة دقيق مسحة زيت. بس كتري كده الزيت يعني ما بس مش كتير قوي قوي يعني. دهنتين بالفرشة كده يعني. تشيلي كده بمرتين بالفرشة وتحطي على الرقاقة كده وتتينيها كويس. وبعدين رشة دقيق وتحطي طبعا الطبقة اللي فوقيها. واخر طبقة طبعا ما بنحطش عليها لا دقيق ولا زيت. بس كده بنسيبهم بقى يرتاحوا بقى كده. وبعدين بنفردهم زي ما انتوا شايفة. وبعدين بقى بنسويهم على الصاج. طبعا ما بنحمرهمش يعني ممكن تبصي تحميرة بسيطة خالص بس هتنشف معاكي. بصي بقى الرقاقة بتاعتي بتتسلك بكل سهولة ازاي. شفتي بقى الطبقات وجمالها، وشفتوا رقية ازاي. شوفي كف ايدي بيبان منه من ورا ازاي. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك تحفة. رشة دقيق كده على الرخامة. وهفرد بقى الرقاقة اللي بعدها كده. طبعا ال3 في بعض كده اهوت. نفردها كده بالراحة كده. ورشة دقيق طبعا عشان ما يلزقش معانا بس ايه في الرخام. خلصنا فرد الرقاقة على الصاج على طول اهوت زي ما انت شايفة كده بالراحة كده واحدة واحدة تتشمع كده من تحت. وبعدين نقلبها على الناحية التانية. مش بحمر زي ما قلت لكم، لو حمرتوها هتحسوا ان هي ناشفة معاكم شوية. نسلك بقى الرقاق زي ما انت شايفة كده. شوفوا الجمال والحلاوة مفيش احلى من كده. بصوا بقى والرقاقة اللي في النص حسيتها نية شوية فرحت حطيتها على الصاج دقيقة واحدة بس وشلتها. شوفوا بقى الجمال والحلاوة. يا سلام. ليه بقى تروحي انت تشتريه من بره بالغالي لما ممكن تعمليه بكل سهولة في البيت وتوفري وتدبري في وقتك وفي كل حاجة وفي فلوسك كمان. هتوفري فلوسك يا حبيبتي. بصوا بقى خلاص ان كنت خلصت بقى الكمية اهيت. وكانت دي اخر واحدة معايا فهسلكها بقى اهوت. وكده خلاص خلصت الكمية. والله العظيم ما خدت معايا وقت خالص. في ثواني كنت مخلصة كل ده. خلاص خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين. بطبقهم طبعا مثلثات كده زي المناديل. وتفضل معايا كام واحدة كده حطيتهم كمان في الفريزر. ممكن على فكرة استخدمها زي السمبوسة تبقى حلوة قوي والله وهتتحمر ومش هتشرب زيت. هنا بقى القوانص بتاعتي خلاص استوت. فتعالوا بقى هنشوف القوانص هنعمل بها ايه. زي ما قلت لكم احنا مش هنطبخ قوانص النهاردة يعني. احنا مش هنفطر قوانص بس هنعمل بيها وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية. انتوا طبعا عارفين اللحمة دلوقتي بقت اسعارها يعني كيلو ب270 ويقولك الكيلو بدهنه 240. طب وعلى ايه؟ في ناس ما بتقدرش ان هي تشتري اللحمة. فلازم برضو ان احنا نعمل لهم وصفات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت ايه مش مكلفة مدبرة. واقسم بالله اقسم بالله مش هتعرفي يعني مش هتختلف عن اللحمة.
طعمها طعم القوانص اللي انا هعملها دلوقتي. انا فرمت القوانص وفرمت كمان 3 بصلات اهمت، حطيتهم يتشوحوا. على ما يتشوحوا هفرم القوانص بتاعتي. هعملها اللي هي ايه، اللحمه المفرومه الكدابه اللي انا قلت لكم عليها. بس اقسم بالله ما هتميزيها، يعني مش لحمه مفرومه هتاكليها، انت بتاكلي لحمه مفرومه، ما بتاكليش قوانص، مش مديه طعم قوانص خالص. بس اتبعي الوصفه دي واعملي الطريقه دي، وانت مش يعني اللي هياكل هيقول دي لحمه مفرومه مش قوانص خالص. مش هتقدري اصلا تفصلي بينهم هما الاتنين. المهم خلاص خلصت كده القوانص فرمتها وكده تمام. البصلة بتاعتي اتشوحت نفس طريقة تعصيج اللحمة المفرومة. هنشوح البصلاية زي ما انتوا شايفين كده، يدوبك بس تدبل معايا، وانزل كده بالقوانص اللي هي المفرومة، وبعدين اديها تشويحة كده مع البصلة كده، يدوبك بس ايه ياخدوا ويدوا مع بعض كده، والروائح بتاعتهم كده تطلع كده ويشربوا من بعض. هحط بقى التوابل، عندي فلفل اسود، وهحط من الملح طبعا، وهحط معلقة من السبع بهارات بس كده، مش هحط اكتر من كده. حط رشة كمان بسيطة خالص من الكباب الصيني بس كده وخلاص. تشويحة كده بالتوابل كده، والريحة كده تهل علينا وتهف علينا، ويا جماله ويا حلاوته ويا عظمته كمان. المهم بقى جبت الصاج بتاعي اللي انا هعمل فيه الرقاق، وجبت كمان شوربة. مش لازم الشوربة بتاعتك تكون سخنة، انا الشوربة بتاعتي كانت باردة على فكرة. المهم بقى جبت الرقاق، يا دوبك بس بغطسه كده في الشوربة تغطيسة بسيطة خالص، يعني ما بشربوش عشان إيه ما يطراش مني طبعا ويعجن. وعندي بولة هنا فيها سمنة طبعا مسيحاها، وبين كل طبقة وطبقة بديها رشة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. الرقاق بالذات لازم تديله سمنته كويس عشان يبقى مورق كده. وما اقولكوش بقى لما دخلته الفرن كانت الرقاق منفوخ كده وقابب كده، حاجة عظمة والله اقسم بالله. المهم بقى هخلص بقى بقية الطبقات، هحط حوالي 5 رقاقات تحت و5 رقاقات فوق. يبقى حلو قوي، والسمك بتاعها حلو قوي، ما تبقاش تخينه كده وتلكم يعني، يبقى السمك بتاعها حلو، والطبقات بتاعتها تحفه. المهم بقى نرشرش كده سمنه زي ما قلت لكم بين الطبقات، بين كل طبقه والتانية احط رشه سمنه. اهم حاجه ما تنسوش رشه السمنه عشان يبقى مورق كده وحلو. انتوا حطيتوا لايك ولا لسه؟ اللي ما حطش لايك يحط اللايك على الوصفات العظمه اللي شيمو بتعملها لكم دي. وبعدين بقى المهم بقى هنرش السمنة كده، ونجيب بقى الحشو بتاعنا، اللحمة المفرومة الكدابة زي ما قلت لكم. المهم نفردها كده. والله كانت بصراحة حشوة تحفة، اقسم بالله كانت حشوة تحفة. واقول للولاد ايه رأيكم، طعمها حلو؟ ايه يا ماما طعمها حلو يا ماما؟ اصل انا عارفة ان انا لو قلت لولادي ان دي قوانص اقسم بالله ما هياكلوها. بس الحمد لله بقى كلوها وعجبتهم. بس لحد الآن ما قلت لهمش، هم لما يتفرجوا على الفيديو هيعرفوا لوحدهم. بس طالما دقوها وعجبتهم يبقى اما نعملها بقى تاني ما يدلعوش عليا، حتى يبقى هما دقوها بقى وعرفوا ان طعمها حلو بقى، فما يتكلموش بقى بعد كده. المهم بقى نكمل بقية الطبقات. زي ما قلت لكم انا بحط حوالي 5 فوق و5 تحت. مش 5 كمان والله، يعني ممكن 4 و4 كمان، 4 تحت و4 فوق. بس كده خلاص. ونسوي كده بقى من الحروف كده، وننزل الحروف تحت، بحيث ان لما نيجي بقى نقطع التقطيعة من فوق يبقى الاطراف ما تبقاش طالعة كده وتتحرق مننا. تمام. هنجيب معلقة كمان بعد ما نخلص خالص كده. تمام اهوت. دي اخر على فكرة اخر واحدة هحطها اهو، وكده تمام قوي. هجيب معلقة بقى وبظهر المعلقة من ورا كده، مش سكينة، لو سكينة هتقطعها معاكي، انما بالمعلقة كده. لان المعلقة يعني تخينة شوية من ورا، فهتنزل معاكي الرقاقة اللي هي بتبقى طالعة. بس كده هنسويهم بقى كده وتمام كده، ورشة سمنة. وهنقطع بقى الرقاق بتاعنا كده. وطبعا عندي الفرن طبعا مسخناه، ولازم يدخل على فرن ساخن، لازم الفرن يكون سخن، بدل ما يدخل معاكي على فرن بارد ويبقى طالع مسدغ معاكي على الاخر. يعني ايه مسدغ؟ يعني هيبقى زي البكتوم كده بالظبط. وهيبقى ناشف كمان قوي. المهم بقى هنا عندي مج كده من اللبن، هحط عليه شوية فلفل وشوية ملح وبس كده. وبعدين في ناس بتحط بيضة، بس انا مش حابة ان انا احط بيض بصراحة. حطيت بقى المج بتاع اللبن ده،
وعليه رشه من الفلفل وشويه من الملح، وبعدين هشرب بيه الرق زي ما انتوا شايفين. دي بقى قشطه، حطيت قشطه على الوش كده تخليهولي احمر كده وتعزز لي الطعم بتاعه كمان، تخليه طعمه حلو. ممكن تحطي جبنه موتزاريلا كمان او جبنه رومي على الوش برضه هيبقى حلو، او ممكن في الحشو جوه. بس كده خلاص. هنا عندي برضو سويت كده شوية رز وحطيت عليهم لبن على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. الرز بتاعي استوى وخلاص، المغرب خلاص هيأذن، وابتدينا ان احنا نحضر الفطار بتاعنا. اول حاجه ابتديت بيها غرفت الرز زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم الحله دي، بقول لكم ده كان تورلي وعندي في التلاجة ما رميتوش طبعا، فمش هعمل اكل طبيخ تاني او خضار تاني. فعملته طلعته سخنته وحطيته تاني يوم جنب الاكل عادي، ما فيش اي مشكله. طبعا احنا مش الاكل مش هيتفضل مننا خلاص هنرميه، لا ده احنا يبقى حتى حرام علينا يعني، ده نعمة ربنا ونعمة ربنا ما بتترميش. المهم الخضار عامة يعني حطيه في التلاجة او حطيه في الفريزر، هتستخدميه هيجيله يوم وهتطلعيه تحطيه جنب اكل، ما بيجرالوش اي حاجة. المهم بقى حطيت بقى، شفت الرق بتاعي وعظمته وحلاوته، وريتكم طبعا الحشو من جوه شكله حلو ازاي وتحفة ازاي. خلاص خلصنا، ودي صينية الفراخ بتاعتنا. وده بقى كان فطارنا النهاردة. فما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم فيديوهاتي. وكل سنة وانتم طيبين.